اهلا بيكم. حلقه النهارده مش على الطوب والاسمنت، حلقه النهارده عن الخيال. عارفين دبي اللي بتنافس نيويورك ولندن في سعر المتر؟ من 50 سنه بس المدينه دي كانت عباره عن رمال وشويه بيوت بسيطه لصيادين لؤلؤ. ازاي مدينه ما فيهاش ولا انهار ولا غابات، حتى البترول فيها قليل مقارنه بجيرانها، تتحول لاهم وجهه عقاريه للعالم كله؟ ازاي قدروا يقنعوا مليارديرات يسيبوا باريس وسويسرا ويجوا يشتروا شقق في قلب الصحراء؟ النهارده هنعرف سر خلطه دبي العقاريه، هنعرف ازاي القصه اللي ابتدت برؤيه وانتهت باطول برج في العالم. جهز قهوتك العربي ويلا بينا نعرف ازاي الرمله اتحولت لده. في الستينات والسبعينيات اغلب دول المنطقه كانت معتمده بشكل كامل على البترول، بس الشيخ راشد بن سعيد المكتوم كان عنده رؤيه تانية خالص. كان دايما بيقول جمله شهيره: جدي ركب جمل وابويا ركب جمل وانا هركب مرسيدس وابني هيركب لاند روفر، بس ابنه هيركب برضه جمل. الراجل ده كان فاهم ان البترول هيخلص، فكان لازم نخلق اقتصاد ملوش علاقه باللي تحت الارض. بدا بتطوير خور دبي وميناء جبل علي، بس النقله العقاريه الحقيقيه حصلت في عهد ابنه الشيخ محمد بن راشد. الشيخ محمد ادرك ان دبي لازم تكون براند، مدينه خدمات واعمال والسياحه، وعشان ده يحصل لازم يكون عندك بنيه تحتيه قويه وعقارات ما فيش زيها في العالم. وهنا ظهرت القاعده اللي دبي مشيت عليها: build it and they will come. ابني الصرح والناس هي اللي هتجيلك. لحد سنة 2002 كان ممنوع أي حد مش إماراتي يمتلك عقار في دبي، العقار كان مقفول على أهله. وفجأة صدر مرسوم تاريخي بيتيح للأجانب تملك عقار في مناطق محدودة، ودي كانت اللحظة اللي فتحت الأبواب للعالم كله. قبل ما دبي تبني أطول برج في العالم كان لازم تبني أفخم فندق في العالم، برج العرب. المشروع دوت اللي بدأ في التسعينات كان هو شهادة ميلاد دبي الحديثة. المهندس توم رايد اللي صمم الفندق على شكل شراع سفينة الداو ما كانش بس بيبني فندق، ده كان بيبني لوجو للمدينة. تخيلوا التحدي الهندسي، عشان يبنيه اضطر يبني جزيرة صناعية بالكامل على بعد 280 متر من الشاطئ، ودقوا خوازيق بطول 40 متر في عمق البحر عشان بس يشيلوا الهيكل العملاق ده. برج العرب اللي طلع إشاعة فندق السبع نجوم، رغم ان مفيش تصنيف عالمي لكده، بس الفخامه اللي جواه، من اول الذهب اللي مغطي الحيطان لحد مهبط الطائرات اللي فوق اللي اتلعب عليه ماتش تنس ما بين اجازي وفيدرر، كل ده خلى العالم يفتح عينه ويقول ايه اللي بيحصل في دبي ده. برج العرب كان هو الطعم العقاري اللي جذب اغنى اغنياء العالم لدبي. لما دبي لقت ان الشواطئ بتاعتها خلصت والمستثمرين لسه عايزين يسكنوا على البحر، عملت ايه؟ قرروا يصنعوا بحر. بناء نخلة الجميرة كان تحدي لقوانين الطبيعة. انك ترمي ملايين الاطنان من الرمال والصخور في مياه الخليج عشان خاطر تعمل جزيرة على شكل نخلة خلى العالم كله يتكلم عن اعجوبة العالم الجديدة رقم 8. وبعدين جه برج خليفة. لو نخلة الجميرة كانت تحدي للبحر، فبرج خليفة تحدي للجاذبية والمنطق نفسه. سنة 2004 شركة اعمار ومحمد العبار قرروا ان دبي يبقى فيها حاجة اسمها المركز، ذا سنتر اوف ناو. ركز بقى معايا في الارقام ديت لانها مرعبه. الهدف ما كانش بس بناء اطول برج في العالم، الهدف انك لما تبني برج طوله 828 متر انت حرفيا بتغير المناخ بتاع الاستثمار في العالم كله. المهندسين واجهوا مشاكل ما كانش ليها حلول اصلا. علشان يصبوا الخرسانه ارتفاع اكتر من 600 متر اضطروا يخترعوا مضخات خرسانيه عملاقه، كانوا بيصبوا بالليل بس وكانوا بيخلطوا معاها ثلج عشان خاطر الخرسانه ما تنشفش من حراره دبي. والسر اللي ما كانش حد يعرفه هو طول البرج. العالم كله كان عارف ان طول البرج كان سر عسكري لحد يوم الافتتاح، بس اللي ما حدش يعرفه ان المهندسين صمموا القاعده بحيث ان هم يزودوا في الطول وهم بيبنوا. لو لقوا ان حد في العالم بيحاول يسبقهم، دبي كانت داخله سباق مع نفسها. الدراما الحقيقيه يوم الافتتاح 4 يناير 2010. العالم كان مستني افتتاح برج دبي، لكن في اللحظه الاخيره تم تغيير اسمه لبرج خليفه. ليه؟ لأن دبي وقتها كانت بتمر بأزمة مالية صعبة بسبب أزمة 2008، والشيخ خليفة بن زايد حاكم أبو ظبي وقتها وقف جنب دبي وساندها ب 10 مليار دولار. تغيير الاسم ما كانش مجرد تكريم، ده كان رسالة للعالم إن الإمارات إيد واحدة، والمشروع دوت رمز للدولة كلها مش لدبي بس. إذا طلع العقارية في البرج ده إيه؟ برج خليفة هو المغناطيس. شركة أعمال ما كانتش بتبني البرج ده عشان تبيع جوه شقق بس، هم بنوا البرج عشان يغلوا كل متر حواليه في الداون تاون. بسبب البرج المول اللي جنبه اللي هو دبي مول بقى اكثر مول زياره في العالم، والنافوره اللي تحته بقت مزار عالمي. برج خليفه اثبت نظريه عقاريه عبقريه: ابني الايقونه والمنطقه كلها تبقى ذهب. انت مش بتشتري برج خليفه، انت بتشتري قطعه في التاريخ. لو نخله جميره هي المعجزه فنخله جبل علي معجزه مضروبه في 2. المشروع دوت مساحته ضعف مساحه نخله الجميره، ومصمم علشان يضيف 110 كيلو متر لشواطئ دبي. بس نخله جبل علي ليها بقى قصه دراميه جدا. المشروع ده بدا سنه 2002، بس لما حصل ازمه 2008 المشروع وقف تماما وبقت رمال في وسط البحر لمدة 15 سنة، والكل قال إنها هتبقى ذكرى للفشل. لكن دبي مش بتستسلم. سنة 2023 الشيخ محمد بن راشد
اعلن العوده لمشروع نخل الجبل العالي بتصميمات مختلفه تماما. النخله دي النهارده هي مستقبل دبي، ومخطط انها تضم اكثر من 80 فندق ومنتجع وتوفر سكن لالاف الناس في بيئه ذكيه بالكامل. عوده نخل الجبل العالي هي رساله طمانينه للعالم كله ان دبي مش بس بتبني، دي بتعرف تقوم وتكبر حتى بعد اكبر الازمات، وهي دي الاستدامه العقاريه. ودي الحقيقه اللي المطورين النهارده بيتعلموها من دبي. بسبب ازمه 2008 دبي عملت ريست، بدات تنظم السوق اكتر وعملت مؤسسه ريرا عشان تحمي المستثمرين، وقدرت ترجع اقوى من الاول. ليه؟ لان البنيه التحتيه كانت حقيقيه. دبي ما كانتش بس مدينه مضاربات، كانت مدينه شغاله بجد. وده اللي اتعلمنا منها، ان العقار القوي هو اللي مسنود على اقتصاد حقيقي وقوي. الكلام اللي فات ده كله عن الدوله والمطورين، ايه بقى نصيب الغلابه اللي زينا؟ خليني اقول لك ان دبي عملت اكبر توزيع ثروه عقاريه في العالم في العصر الحديث. في ناس حقيقي شقلبت حياتهم 180 درجه بسبب قرار صحيح. تعال احكي لك قصه واقعيه من قلب السوق. في 2002 لما بدا تمليك الاجانب كان في مستثمرين قلبهم ميت. واحد من الناس ديت اشترى فيلا في نخل الجميره وهي لسه رمله تحت الميه، اوف بلان يعني. الفيلا وقتها كان سعرها حوالي من 2.5 ل 3 مليون درهم. الناس وقتها قالوا عليه مجنون، بترمي فلوسك في البحر. الفيلا دي في سيجنتشر طبعا هيوصل ل 50 و60 مليون درهم، وممكن يوصل ل 150 مليون درهم لو متجدده. انت متخيل الراجل دوت كسب اكتر من 20 ضعف راس ماله وهو بس قاعد بيشرب قهوه؟ ومش بس الفيلا، ده الشقق كمان والاستوديوز اللي في الداون تاون اللي كانت بتتباع ب 400,000 درهم دلوقتي بتتباع ب 2 مليون درهم، بتتأجر بأسعار خرافية. دبي حولت الموظف المجتهد لمليونير عقاري لأنه آمن برؤية قبل ما تتحقق. دلوقتي سؤال المليون دولار، هل دبي لسه فيها ارض ولا اللي كسب وخلاص؟ تعالوا نقارن ما بين ايقونات الماضي ومشاريع المستقبل. نخله الجميره ونخله الجبل العالي. نخله الجميره خلاص شطبت، مفيش اراضي والاسعار بقت فوق السحاب، لكن نخله الجبل العالي بقت هي الفرصه اللي جايه للناس اللي ما اشتريتش في 2002. هي ضعف المساحه وبنيه تحتيه اذكى بكتير. تاني مقارنه، داون تاون برج خليفه ودبي كريك. الداون تاون هي القلب القديم، لكن دبي كريك هو الداون تاون الجديد. هناك بيتبني برج دبي كريك تاور اللي هينافس برج خليفه في الطول، والمناطق هناك متخططه انها تكون مدينه المستقبل. طب هل المشاريع الجديده دي بقى هتنجح؟ في ناس بتقول ان خلاص السوق اتشبع، لكن الحقيقه ان دبي بتلعب لعبه ثانيه خالص. دبي مش بتنافس جيرانها، دبي بتنافس لندن ونيويورك وسنغافوره. طول ما دبي بتطلع قوانين زي الاقامه الذهبيه وتاشيره المتقاعدين وبتسهل البيزنس للاجانب، هيفضل برضه عليها طلب. النجاح في دبي ما بقاش يعتمد بس على الطول، وبقى يعتمد على جوده الحياه. المشاريع الجديده بتعتمد على اللاندسكيب والاي اي، وده اللي الجيل الجديد من الاغنياء بيدور عليه. لحد هنا والحكايه شكلها وردي جدا، بس للامانه لازم نبص على الجانب المظلم اللي التقارير الدوليه دايما بتتكلم عنه. في اتهامات وتقارير كتير من منظمات عالميه زي مجموعه العمل المالي الاف تي اف كانت بتشير ان جزء كبير من السيولات الضخمه اللي دخلت في سوق عقارات دبي مصدرها مش دايما واضح، او اللي بيسموها الاموال الساخنه. التقارير دي بتقول ان سهوله شراء العقارات كاش بدون تعقيدات كبيره خلت السوق دوت ملاذ امن لغسيل الاموال من كل حته في العالم. طب ده بقى خطره ايه على سوق العقارات في العالم؟ تضخم الاسعار، برايس انفليشن. لما تكون في فلوس داخله السوق بهدف التخبئه مش في هدف الاستثمار الحقيقي، ده بيخلي الاسعار تعلى بشكل غير منطقي ومفاجئ، وده بيظلم المستثمر الصغير اللي عايز يشتري شقه بجد. ايه بقى مخاطر القائمه الرماديه؟ الامارات قعدت فتره في القائمه الرماديه اللي محتاجه مراقبه على غسيل الاموال، وده خلى البنوك العالميه تقلق في التعامل في السوق ده، وده ممكن يتسبب في لحظه في هروب الاستثمارات الحقيقيه النظيفه. لو السوق قايم بشكل كبير على اموال غير قانونيه، مجرد ما الرقابه بتتشدد السيوله دي بتختفي تماما، وده بيعرض السوق لهزات عنيفه، وده اللي حصل مؤخرا في دبي. بس علشان نكون منصفين، ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ الامارات بدات تاخد خطوات صارمه فجاه في السنين الاخيره. قوانين مكافحه غسيل الاموال بقت قويه جدا. الهدف دلوقتي ان تحويل دبي من ملاذ للسيوله لمركز عالمي شفاف. الدرس هنا لاي مستثمر ان الشفافيه هي اللي بتضمن دخل ثابت لعقارك وزياده حقيقيه ليه، مش مجرد رقم منفوخ بفلوس مجهوله ممكن يفرقع في اي لحظه. الخلاصه، حكايه دبي ما كانتش مجرد ضربه حظ ولا شويه بترول اتحولوا لابراج. دبي هي قصه ازاي رؤيه سياسيه بتتحالف مع الذكاء العقاري، ممكن يهدوا جبال ويبنوا في قلب البحر. شفنا ازاي برج العرب عمل الواجهه، وازاي برج خليفه بقى المغناطيس، وازاي نخله الجبل العالي بقت هي العوده القويه من الازمات. وشفنا ان ازاي السوق دوت زي ما عمل ملايين الناس كانت قلوبها ميته، هو برضه سوق بيواجه تحديات كبيره في الشفافيه ومكافحه غسيل الاموال عشان يضمن استمراره كمركز عالمي نظيف. الدرس اللي بنطلع بيه النهارده من دبي، العقار قيمه مش بس في الطوب والاسمنت، قيمته في الثقه وفي الخدمات واللوكيشن اللي المطور بيقدر يخلقه من العدم. دبي باعت للعالم الحلم، والناس اشترت الحلم دوت وبنوه معاهم. بس السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، هل النموذج دوت ممكن يتكرر في بلد تانية؟ وايه اللي بيحصل عندنا في الدنيا؟ احنا النهارده بنشوف مدن بتطلع في قلب الصحراء وناطحات سحاب بتبص على النيل، ومشاريع عملاقه بتغير خريطه مصر اللي احنا عرفناها من الاف السنين. الحلقه الجايه هنرجع لبيتنا، هنتكلم عن تاريخ العقارات في مصر الحديث. ليه سيبنا النيل اللي احنا عشنا جنبه من ايام الفراعنه وقررنا فجاه نخرج للصحراء؟ ايه حكايه وسط البلد ومصر الجديده، وازاي التجمع والشيخ زايد والنهارده كمان العاصمه الاداريه غيروا مفهومنا عن السكن والاستثمار؟ وهل احنا بنقلد دبي
ولا احنا بنبني تاريخنا الخاص؟ لو عجبكم تحليل سوق دبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي في التعليقات ليه المصريين بقى يثقوا في الطب اكتر من اي حاجه تانية، وهل الصحراء فعلا هي مستقبلنا؟ استنوني في الحلقه الجايه اخدكم من القاهره الخديويه لحد الجمهوريه الجديده، وزي ما قلت لكم ان هو مش مجرد محتوى، احنا بنرجع لاصل الحكايه. وخليك فاكر مفتاحك مع مهدي. سلام.